بص، كل ما هتكبر في السن مش هتعرف تتعلم حاجات جديدة. لو ما اتعلمتش تعوم وانت صغير مش هتتعلم لما تكبر، فابدأ دلوقتي أحسن. كلنا سمعنا حاجات زي دي من ناس حوالينا، صح؟ بس خليني أصدمك وأقول لك إن كل ده غلط. في الستينات العلماء كانوا مقتنعين إننا بنتولد بكل خلايا المخ اللي هنعيش بيها، وإن كل يوم بيمر مخنا بيضعف. بس سنة 1998 دكتور اسمه فريد جيدج جه وأثبت إن كل ده غلط. فريد أثبت إن المخ بيعمل حاجة اسمها نيوروجينيسيس ونيوروبلاستيستي، وده بيخلي المخ قادر يعمل وصلات جديدة بين الخلايا وبعضها، ويعمل خلايا جديدة في بعض المناطق تخليه قادر يتعلم حتى لو عمرك 90 سنة. ده معناه إن مخك زي العضلة، كل ما تمرنه هيبقى أقوى مهما كان عمرك. بس الموضوع مش مجرد حل كلمات متقاطعة، لا 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 لا، أنت محتاج تمرنه بجد. يعني مثلا تتعلم حاجة جديدة، حاجة ما كنتش بتعرف تعملها قبل كده، وإنك بتتحرك 30 دقيقة على الأقل كل يوم. ده بيزود بروتين اسمه BDNF، وده بيساعد على تقوية الذاكرة جدا. والمهم إنك لو لقيت نفسك بتنسى حاجات كتير فاطمن وروح اكشف. أكيد مفيش حاجة هتمنع مخك إنه يتطور، فما تبقاش أنت اللي بتمنعه بنفسك. ابدأ اختبر ذاكرتك بإنك تفتكر أهم حاجة، إنك تعمل لنا فولو علشان تعرف إجابات أسئلة منتصف العمر.